55%، يعني خلاص انا كده مستقبلي ضاع. لو جايب 50 او 60% وبتقول خلاص مستقبلي راح، فاستنى. انا جاي النهارده اقول لك عن كليات ومعاهد محترمه جدا ممكن تخشها بالمجموع ده، ولو تعبت شويه واشتغلت على نفسك هتبقى احسن كمان من اللي دخلوا كليات قمه. الفيديو ده مش مجرد اسامي، ده احنا هنقول لك على خريطه مستقبلك الجاي. فتعالى النهارده اقول لك على معاهد وكليات بتقبل من 50% لحد 65%، وهنراعي كمان ان يكون ليه مستقبل شغل فعلي في المستقبل. وكمان هقول لك على حاجات دي حسب ميولك انت، هتختار حسب ميولك انت. وهنراعي تنسيق السنه دي، ومش بس كده، هنراعي كمان ان المعاهد دي تكون المصاريف بتاعتها من 10000 جنيه لاقل. وعايز اقول لك لو انت شايف ان ده كتير فده مش كتير لو بصينا للكليات الاهليه والكليات الخاصه. حتى الكليات الحكوميه في دلوقتي كليات المصاريف بتاعتها عاليه جدا كمان. فلو انت بجد عايز بدايه جديده خليك معايا للاخر ويلا بينا نبدا. تعالوا نبدا بالكليات علم علوم وعلم رياضه. هنتكلم دلوقتي عن كليه الزراعه، ودي بتقبل ب 64%، بس ده علم رياضه. فايه بقى كليه الزراعه دي؟ كليه الزراعه بتقدر تشتغل فيها في مراكز الابحاث، وممكن تشتغل فيها في وزاره الزراعه كمان. ولو دخلت قسم الغذاء او قسم الانتاج الحيواني فتقدر ساعتها تشتغل في مصانع وشركات كبرى بتاعه الاغذيه. ولو دخلت قسم البايوتكنولوجي فساعتها بتقدر تشتغل في معامل تحاليل، وممكن كمان في شركات الادويه. ولو خدت دبلوم التحليل ساعتها تقدر تفتح معمل تحاليل. واحنا لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر فاحنا اتكلمنا عن كليه الزراعه بالتفاصيل ومستقبلها في القناه هتلاقيها. تاني حاجه كليه الثروه السمكيه، ودي بتقبل من 60 ل 64%. طب دي شغلها عامل ازاي؟ بتشتغل بقى في تصدير الاسماك، وتشتغل في شركات الاستزراع ووزاره الزراعه مزارع الاسماك. عندنا بقى كليات تربيه، فانت عندك تربيه طفوله وعندك تربيه نوعيه. التربيه النوعيه دي بقى فيها كذا قسم، بس خلينا الاول نبدا بالعادي. ممكن عن طريق التربيه دي تفتح حضانه، او ممكن تشتغل في مدارس، وممكن كمان انك تفتح شغل خاص. نتكلم بقى عن اقسام تربيه نوعيه. اقسام تربيه نوعيه فيها اقسام كتير جدا، زي مثلا الاعلام التربوي، وعندك التربيه الفنيه، وعندك التربيه الموسيقيه، وتكنولوجيا التعليم، والاقتصاد المنزلي. طب تكنولوجيا التعليم ده بيتيح لك شغل ايه؟ بيتيح لك شغل في تصميم المحتوى الالكتروني والتدريب. عندك قسم بقى اعلام تربوي، وده بيفتح لك مجالات شغل في الاعلام وفي التعليم كمان. اما بقى التربيه الفنيه فدي بديل ممتاز اللي كان عايز مثلا يخش فنون جميله، لان هي فيها شغل في تصميم الفنون. طب تنسيقها بقى عامل كام؟ تنسيقها هيكون عامل من 59% لحد 63%. نيجي بقى لكليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه او الكليات التكنولوجيه، ودي تنسيقها بيقبل من 58%. طب شغلها بايه؟ فشغلها ممتاز جدا في الصناعه وفي الطاقه المتجدده. خلينا بقى نتكلم عن الكليات اللي بتقبل من ادبي وكمان مشتركه مع علمي. فاول حاجه هنتكلم عنها هي كليه الاداب، وكليه الاداب بتقبل من 61 لحد 64%، دي ادنى حاجه يعني. ومجالات الشغل بقى في اداب كتير وحلوه، يعني انت عندك مثلا قسم مساحه، فانت ساعتها تقدر تشتغل مهندس مساحه، وليها فرص كبيره جدا للسفر للخارج وبره يعني. وكمان عندك بقى قسم الترجمه، فالقسم ده بيتيح لك ان انت تشتغل في الترجمه تبقى مترجم، او انك تشتغل في مكاتب السفريات، او كمان انك تشتغل مرشد سياحي. عندك بقى قسم علم نفس، وده بيؤهلك ان انت تشتغل في مجالات الصحه النفسيه، وممكن كمان تشتغل كمدرس. تعال بقى نتكلم عن كليه دار العلوم. كليه دار العلوم بتقبل من تقريبا 60%، ممكن تقل عن كده. بتقدر بقى تشتغل منها عن ايه بقى؟ بتشتغل منها مدرس لغه عربيه، وممكن تشتغل منها محرر او كاتب، ومع التخصص ممكن تشتغل في النشر والطباعه. والكليه بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي كليه حقوق. كليه حقوق ممكن تاخد من 62%، ده طبعا حد ادنى يعني اقل كليه. فانت لو عايز تعرف اي حاجه عن التنسيق قول لي في كومنت وانا هرد عليك. تعال نتكلم بقى عن الكليه. الكليه دي مش بس بتقدر تشتغل منها محامي، انت كمان ممكن تخش القضاء، وممكن تخش كمان النيابه، بس ده محتاج تجيب طبعا تقدير جيد جدا في الكليه. ولو طلعت من الاوائل انت ممكن تشتغل وخدت دراسات عليا، ممكن تشتغل في هيئه التدريس في الجامعه، يعني ممكن تشتغل كمدرس في الجامعه، او خلينا نقول دكتور. ولو عايز كل التفاصيل وكمان مستقبل الكليه فاحنا كنا عاملين فيديو بيتكلم فيه عن كليه الحقوق. ممكن كمان كليه السياحه والفنادق بتقبل من 59 لحد 61. تقدر تشتغل منها ايه؟ تقدر تشتغل في الفنادق، وممكن كمان تشتغل في الخطوط الجويه اللي هي الطائرات والكلام ده كله يعني، وممكن كمان تشتغل في الارشاد السياحي. عندك بقى كليه خدمه اجتماعيه بتقبل من 56 لحد 60. وعندك كليه الاقتصاد المنزلي. كليه الاقتصاد المنزلي بتقبل من كام؟ بتقبل من 56 لحد 58. طب مجالات الشغل بتاعتها عامله ازاي؟
في قسم التغذية ممكن تشتغل فيه في المستشفيات، وممكن كمان تشتغل فيه في عيادات التغذية. وعندك قسم نسيج وازياء، ده ممكن تصمم منه ازياء، وممكن تشتغل كمان في مصانع الازياء او مصانع الملابس. تعالى بقى نتكلم عن المعاهد العليا اللي شهادتها بتعادل البكالوريوس وكمان بتعادل الليسانس. طبعا المعاهد دي راعينا فيها انها تكون المصاريف بتاعتها قليله لحد ما بالنسبه للمعاهد الغاليه يعني. طب المعاهد دي بتقبل من كام؟ بتقبل من 6000 لحد 10000. وكمان معتمده، شهادتها معتمده جدا، يعني تقدر تشتغل بيها عادي جدا زي اللي متخرج من الكليات. زي ما قلت لك بتعادل شهاده البكالوريوس وشهاده الليسانس. تعال بقى نتكلم عن اول معهد، وهو المعهد العالي للهندسه. بيقبل من كام؟ بيقبل من 65. تقدر عن طريق ان انت تشتغل مهندس. تقدر كمان انك تقدر تسجل في نقابه المهندسين في بعض التخصصات. تعال بقى نتكلم عن المعهد العالي للحسابات والمعلومات. بتقدر عن طريقه انك تشتغل كمبرمج او مصمم نظم معلومات، ومطلوب جدا في شركات البرمجيات والبنوك وشركات الاتصالات. وانت عن طريقه لو طورت مهاراتك في السوفت وير والبرمجه فهتلاقي فرص شغل كويسه. فهو عامل زي كليه الحسابات والمعلومات، لانك عن طريقه بتقدر برضك تشتغل في البرمجه والذكاء الاصطناعي وتصميم المواقع. فده مش بيعتمد بس على الشهاده، انت كمان محتاج تعتمد على تطوير مهاراتك الشخصيه. تعال بقى نتكلم عن المعهد العالي للاعلام. ده عن طريقه تقدر تشتغل مذيع ومخرج، وكمان ممكن تشتغل مونتير وصحفي وعلى السوشيال ميديا. في معهد تاني بقى نتكلم عليه وهو المعهد العالي للغات، وده عن طريقه تقدر تشتغل مدرس او مترجم او كمان في الارشاد السياحي. ولو طورت اللغه عندك فانت هتفتح لنفسك ابواب شغل كبيره. معهد سياحه وفنادق، فانت عن طريقه بتقدر تشتغل في الفنادق، اداره فنادق والريسبشن ورحلات، تنظيم رحلات يعني، وشركات السياحه. تعال بقى نتكلم عن المعهد العالي للاداره والمحاسبه ونظم معلومات. فهو عامل زي كليه التجاره بالظبط، بتدرس فيه اداره اعمال وكمان بتدرس فيه محاسبه، غير طبعا نظم معلومات. تعال بقى نتكلم عن المعاهد المتوسطه، ودي بيبقى المجموع بتاعها قليل، زائد كمان مصاريفها بتبقى قليله. ممكن تعمل مصاريفها من 3000 لحد 6000 او 7000، ده بالكتير قوي يعني. فبتعادل تقريبا بعض الكليات الحكوميه كمان. تعال اول حاجه المعهد صناعي، معهد فني صناعي. فالمعهد ده بيقبل تقريبا من 50% اصلا، هو بيقبل من 50%. وعن طريقه ممكن تكمل هندسه لو جبت 94%. فعن طريقه لو جبت 94% تخش هندسه، لان هو سنتين بس. وممكن كمان عن طريقه تخش تعليم صناعي، تقدر تكمل تعليم صناعي عن طريقه او زراعه، او كمان ممكن تكمل عن طريقه تربيه فنيه لو جبت فوق ال 83%. المعهد اللي بعده هو المعهد فني تجاري. المعهد الفني التجاري ده بيبقى بردك سنتين، وبياخد من 50% تقريبا علمي و51 ادبي. وعن طريقه تقدر تكمل حقوق وتجاره. بس في فرق، في تجاره انت لو جبت تقدير طبعا عالي يعني بتخش تجاره من سنه ثانيه، اما حقوق بتخش على طول من سنه اولى. تعال بقى نتكلم عن معهد فني تمريض. فهو عن طريقه بردك زي كليه التمريض بالظبط يعني يعتبر. بتقدر عن طريقه انك تشتغل في المستشفيات الحكوميه والخاصه، والمرتب بتاعه كويس جدا ومستقبله بردك كويس. ولو جبت تقدير عالي فيه فبتقدر انك تكمل على طول في كليه التمريض، تقدر تخش كليه التمريض عن طريقه. تعال بقى نتكلم عن معهد فني بصريات. فانت ساعتها بتقدر تشتغل في كفني بصريات، وممكن تفتح لنفسك مشروع خاص عن طريقه. تعال بقى نتكلم عن معهد مساحه ري وصرف. فده عن طريقه بتقدر تكمل هندسه، لو جبت تقدير عالي طبعا تقدر تكمل هندسه او تربيه نوعيه. فانا مش عايزك بقى تستهون باي كليه او معهد، لان الشغل الحقيقي ملوش علاقه اصلا انت دخلت. الشغل الحقيقي فعلا انك تطور من نفسك عن طريق تطوير نفسك بقى في اللغه او في ايا كان الكورسات اللي انت حابب تاخدها. خش المجال اللي انت حابه ومالكش دعوه بكلام الناس عليه. كلام الناس مش هيفيدك بايا كان المجال اللي انت هتخشه، ولا هم اللي هيصرفوا عليك في الكليه او المعهد، ولا هم كمان اللي هيشتغلوا ويجمعوا فلوسهم. فانا عايزك تفكر في نفسك بس وتشتغل على نفسك. ولو استفدت في الفيديو ما تنساش تشاركه مع حد من صحابك، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. وكمان قول لنا في التعليقات عن اي سؤال انت عايزه عن الكليه او المعاهد. ومهما كان مجموعك انا مش عايزك تتضايق، لان اصلا النجاح الحقيقي بيبدا منك انت، ملوش علاقه باللي فات. لو بدات النهارده هتقدر تعمل مستقبل كويس بكره.